يلا بقى يا جماعه النهارده هنجرب مكان كده بما ان احنا في الدقي اسمه كايرو 365 بتاع السندوتشات الترند الجديده بتاعت الكفته شيش حواوشي سجق. عامل برده مشروب كركديه بالصودا وده طعمه غريب قوي. انا جربت المكان ده قبل كده بس قلنا هنصوره النهارده وبقول لك ايه ادخل شوف. بس يا جماعه استلمنا الاوردر واحنا حاليا في الدقي الساعه 12 وتلت وبحس ان دي من الاكلات المميزه قوي بالليل. تعالى بقى نبدا بالابيتايزرز وهم عندهم نوعين من الابيتايزرز. عندهم شيبسي هم بيعملوه عندهم حتى جوه. هي رغم ان المطعم ده صغير جدا الا ان هو بيعمل كل حاجه عنده. ده شيبسي معمول جوه بيقطعوه ينزلوه في الزيت يطلعوه يحطوا عليه شويه ملح خلصت كده. وهي دي الشيبسيايه. نبدا بالشيبسي ونقول بسم الله. طعم القرمشه مقرمش حلو ان فكره ان البطاطس تبقى فريش في نفس الوقت هو عليه ملح بس. ابيتايزرز لطيف لذيذ خفيف مش مميز قوي بس طعمه حلو. يعني احنا الاكله دي اعلى حاجه تاكل معاها شيبسي. ده بقى تاني حاجه وهو ممبار بوبس. عاملين الممبار البوبس الصغنن دوت بعد ما بيقلوه بيحطوه في الصوص اللي هو بتاع الريزو اللي هو صوص تايجر بيبقى حراق شويه. كنا جربناه قبل كده وعجبنا قوي. خلطه الرز فيه بتبقى حلوه فتعالى بقى ندوقه ونشوفه ايه. بس تحس البوبس صغرت عن ما كانت. اهي ده خطير. ده جواه كمان الرز مش تحبيشه. ده جواه رز ريزو والله خطير. ممكن تيجي مخصوص عشان تاكل ممبار بوبس. لا طعمه حلو قوي. الصوص لايق قوي معاه. الرز اللي جوه مع الممبار خطير. ممكن ناخد واحده كمان ونبدا بقى في السندوتشات. وبما انه ندخل يعني في جميع الابيتايزرز والاختراعات فهو مخترع كركديه معمول بالصودا نبيذ بس حلال. هيلسوعك. ما اعذروني انا بس ايه شفت بعد ما جيت الدقي ان انا ناسي السليف فمدعين الفضل والحكمه خفوا علينا شويه. نلبسها الفيديو الجاي ان شاء الله. حلو ومزز ومر في نفس الوقت. جامد قوي. اختراع لذيذ. والصودا ظابطه الكركديه مديها بقى ايه سنه مراره سنه ومش مسكر قوي بس هو حجمه صغير شويه. يعني انا هحتاج 3 من دوت لو انا بكمل ايه اعتمدت عليه كمشروب لان هو هتقربع كتير. وهي ميزه برده ان هو من المطاعم المقاطعه فما بيديش بيبسي مفيش كولا مفيش الكلام دوت. هو ما اعرفش عنده فيه كولا ولا لا بس احنا قلنا كده نجرب ايه النبيذ الحلال. جبنا بوكس. البوكس ده بيبقى فيه 2 من كل حاجه. هو ما عندوش غير 4 سندوتشات بس. حواوشي كفته سجق شيش طاووق كل حاجه بيحضرها جوه. حتى العيش نفسه بيحضره جوه. تلاقي في الدور اللي فوق كده حد قاعد بيخبز. هو ده بقى البوكس حواوشي. نفتح الحواوشي جواه لحمه وعيش اهو. في حاجه حلو. لحمه وعيش يا جدع. ما فيهوش حاجه بقى. سخن. فالحواوشي واخد تحميصه لذيذه نفس الوقت طري من جوه يعني. والتتبيله بتاعت الحواوشي حلوه قوي. هي اصلا المدخنه دي قلبه الدنيا شويه. انا قاعد في العربيه هموت من الجوع. نخش في الكفته. ال3 كفتات صغيرين بصل بقدونس طحينه. العيش نفس العيش اعتقد بتاع الحواوشي. معرفش هل هو بيعملوا ادخن للحواوشي ولا لا. الكفته معموله حلو مش ملعوب فيها يعني. مش داخل بقى اللي هو كميه بصل كتيره مع كميه توابل كتيره مع بتاع حاجه على هادي خالص. هو حاطط 3 كفتات صغيرين في الرغيف عشان يبقى كل قطمه يعني فيها ايه طعم كفته شويه. لو تعليق ليا بس انا عاجبني ميكس الكفته مع البصل مع البقدونس بس طحينه طعمها خفيف قوي يعني. بص ده بقى ترسه بقى سجق مشوي يحط معاه بصل وبقدونس وبيحط معاه باربيكيو او بيحط معاه بالاخص باربيكيو بالعسل. ندوقه ونجربه وده يمكن ده ايه ده من الحاجات بقى المميزه مش بيزك بقى. هو لاعب في كل حاجه بس حاطط معاهم الكفته اللي هي لا دي لازم نفتح عشانها برضه. طعم الباربيكيو مع السجق نوديه في حته الهوت دوج شويه وفي نفس الوقت مع حراشه السجق. وهي ميزه اللي هو كايرو 365 ان هو مش بيعمل البيزكس يعني مش كفته وحواوشي. لا قشطه كفته وحواوشي بس تعالى بقى العب لك بايه ممبار بوب نبيذ حلال سجق بالباربيكيو. عجبني قوي السجق برضه مع ان لما دقناه المره اللي فاتت كان الصوص تحس ان هو كان لاذع عن كده. دلوقتي اهو جاي انا جاي اهو. ده شيش طاووق بيبقى عامله وراك بس على الفحم. ميزه الوراك في شيش طاووق ان هي بتبقى قطره من الصدر شويه. انا تيم وراك انت تيم وراك برضه. في الشيش طاووق. ايوه في الشيش طاووق انا بحب الوراك. واقعد معاه صوص ما تفهمش ايه هو حاجه زي الرانش او زي المايونيز بس احنا ندوق بقى ونعرف. بحسه ميكس فعلا ما بين رانش ومايونيز يعني. بس احنا كده ديت ايه اكله بسيطه جبناها الساعه 12 وتلت خلصت 12 و10 12 وربع 12 ونص. هي خلصت قبل ما تيجي. الموضوع لذيذ عارف يعني. يمكن انا لو اصنف الكفته فانا مش هحس ان المكان ده متخصص في الكفته قوي يعني. شيش طاووق السجق الحواوشي احلى حاجه عنده والكفته تحسها بتكمل. فهي دي الميزه يمكن عن ايه عن بقيه التانيين كلهم متخصصين كفته قوي. ده يمكن رايح في الحته بقى ايه لاعب فيها سنه. ممبار بوبس والبطاطس الشيبس والنبيذ الحلال
اعتقد ميكس لطيف كده. احنا يبقى خلصنا تجربتنا في كايرو 365 السندوتشات اللطيفه اللي بنحبها بالليل. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.